لاعبو شباب قسنطينة يثيرون الجدل بتصرف غريب بعد الهزيمة. في أعقاب الهزيمة الثقيلة التي تلقاها نادي شباب قسنطينة الجزائري أمام نظيره نهضة بركان المغربي بنتيجة 4-0 ضمن ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، رفض لاعبو الفريق القسنطيني التحدث إلى وسائل الإعلام في خطوة تعكس خيبة أملهم من النتيجة القاسية. وظهر التوتر واضحا على ملامح اللاعبين بعد نهاية المباراة التي احتضنها الملعب البلدي ببركان، حيث غادروا أرضية الميدان مباشرة دون المرور بالمنطقة المختلطة المخصصة للتصريحات الإعلامية، وهو ما أثار العديد من التساؤلات في الأوساط الرياضية الجزائرية والمغربية. وكان الفريق الجزائري قد حظي باستقبال حار في المغرب، حيث عبر عدد من لاعبيه قبل المباراة عن امتنانهم لحفاوة الاستقبال والتنظيم الجيد من طرف نادي نهضة بركان. كما أكدوا حينها احترامهم الكبير لقوة الفريق المغربي، معبرين عن أملهم في تحقيق نتيجة إيجابية تسهل عليهم مهمة الإياب.